ما عمركش فكرت ليه الارض بتلف وانا حاسس ان انا واقف مكاني؟ تعالى الاول اقول لك معلومتين في السريع، افهمك ايه هي اصلا الارض ومتكونه من ايه، وبعد كده هفهمك ايه اللي هيحصل لو الارض وقفت فجاه. احنا هناكل علقه. بص كده بمنتهى البساطه، الارض عباره عن طبقات فوق بعضها زي ما الباشا دوت قال حرفيا. هو الادم ايه يا فندم غير وئام وسلام وشويه حاجات فوق بعض. الاول كده عندنا القشره او الستافت كراست، انت بتهزر بقى. طب خد اللي بيكون تخنها او السمك بتاعها من 5 ل 70 كيلو، ودي اللي مبني عليها حياتنا كلنا، اللي فيها المباني والمدن والمحيطات والبحار وكل حاجه، وكل دوت هو نسبه 1% بس من محتوى الارض او من كتله الارض. والقشره برضو فيها حاجه اسمها الصفائح القاريه، اللي لما بتتحرك بتعمل حاجات كتير قوي زي البراكين والزلازل والتسونامي. اسمهم سعيد اردغانه ومسامه منفاخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانه وتوفيق علي وليله جامده قوي سعادتك. الطبقه الثانيه بقى وهي الاكبر على الاطلاق، واللي بيكون اسمها الوشاح، واللي بتتكون من معادن منصهره زي المغنيسيوم والحديد والالومنيوم وصخور تانية زي الجرانيت، ودي سمكها حوالي 2900 كيلو متر. لا ده كبر قوي كده. ودرجة حرارتها بتوصل لأكتر من 4000 درجة مئوية، والحرارة ديت أعلى من حرارة سطح الشمس. وعامله لكم نار. نخش بعد كده على اللب الخارجي للأرض، وبيكون سمك الطبقة ديت 2200 كيلو متر، وحرارتها بتوصل ل 5500 درجة مئوية. بس هي ايه هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ وبتتكون بس من نوعين من المعادن، الحديد والنيكل، اللي بيكونوا طبعا منصهرين وعمالين يلفوا، والحركة بتاعتهم والدوران بتاعهم جوه الأرض هو اللي بيعمل المجال المغناطيسي بتاع الارض، اللي بيحمينا في الاساس من الرياح الشمسيه والاشعه تحت الحمراء، ودول هنعمل لهم حلقه تانية قدام لوحدهم. نقفش بقى في النواه، اللي على الرغم انها بتتكون من نفس المعدنين الحديد والنيكل، الا انها صلبه جدا مش منصهره من كتر الضغط اللي عليها من بقيه طبقات الارض. يا ناس هموت يا ناس. يا عم في حاجات في كيلوات عدت. واللي المفروض ان بعض العلماء جايبين نظريات مثيره على الحوار دوت، بيقولوا ان النواه ديت سرعه دورانها بتقل واحتمال تقف وتلف في الاتجاه العكسي. كان يشرب المر بشرموه. بس لسه الموضوع مش اكيد، لان لسه الموضوع بيخضع لعمليات بحث واستكشاف. نيجي بقى الحته المهمه، زي ما انا قلت في اول الفيديو، هو انا ليه مش بحس بالارض وهي بتلف على الرغم ان الارض بتلف بسرعه عاليه جدا؟ اولا فرق الحجم بيني وبينك وبين حجم كوكب الارض نفسه. ثانيا الجاذبيه اللي بتخليك لازق على الارض حرفيا، فبالتالي برضو مش هتحس بسرعه دوران الارض. ثالثا بقى وده الاهم، اننا اساسا بنلف معاها بنفس السرعه اللي هي حوالي 1770 كيلومتر في الساعه، وده اسرع من سرعه الصوت. تعال بقى اقول لك ايه اللي يحصل لو وقفت فجاه. بص، هو اصلا انا وانت مش هنعيش عشان نشوف ايه اللي هيحصل لما تقف، لسبب صغير، ان الارض لو وقفت فجأة وبسبب مبدأ الفيزياء بتاع الكسور الذاتي، عارف كل حاجه بس مدكن، اللي هو ان احنا واخدين نفس سرعة الارض وهي هتقف واحنا لا، يبقى انت حرفيا هتطير وتلبس في اقرب حيطة قدامك بسرعة اعلى من سرعة الصوت تقريبا الضعف، وده حرفيا هيخليك ستيكر على الحيطة. كل واحد يخلي باله من مغاليبه. وسلم لي على الشهر اللي معاك طبعا. غير كده هتحصل ازاحه لكل الميه اللي على كوكب الارض، بمعنى ان ميه البحار والمحيطات كلها هيتحرك مره واحده وتخش على كل الارض اللي موجوده، وطبعا ده مدمر. يا راجل لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس. سلام يا ذوق.